الآن حالات تسمم بالمئات أكثر من المئات في مستشفى شهيد الصدر وفي مستشفى الإمام علي. استنفار كامل لجميع الكوادر الطبية والكوادر الصحية لمحاولة السيطرة على الوضع. الأجهزة الأمنية مستنفرة، والآن كما تشوفون هنالك يعني بالفعل كارثة إنسانية كبيرة في مدينة الصدر. نطالب وزير الصحة بتزويد المستشفيات بشكل عاجل بالأكسجين. حالات اختناق كبيرة، يعني أطفال، نساء، كبار بالسن، حتى أجهزة أمنية، حتى رجال الأطفاء تسمموا من خلال الغاز. هنالك انتشار كارثة الآن بيئية الآن في مدينة الصدر. هنالك انتشار سريع لغاز الكلور. الحالة بحاجة إلى تدخل فوري من قبل الحكومة، من قبل وزارة الصحة ووزارة البيئة للسيطرة على هذه الكارثة الآن. إحدى إنجازات أمين بغداد، واحدة من إنجازات أمين بغداد اللي أنا أطالب اليوم بإيقافها فورا، إنه خارج مدينة الصدر مكان لطور للشخصيات، مكان طور. وأنا أكثر مرة زرتها وقلت لهم لا تحرقون هناك، يحرقون مواد وسموم تختنق بها المدينة.